أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن نحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن نحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. بعد أحداث الدفاع الجوي طلعت أصوات إعلامية لأول مرة بتطالب بإقالة وزير الداخلية وبتحمله مسؤولية ال 22 شاب اللي ماتوا. وزير داخلية إيه اللي مصر كلها بتقول يستقيل ويمشي وبعدين يفضل؟ سيادة الرئيس عايز كام واحد عشان وزير داخلية يمشي؟ كل اللي أنا طالبه من سيادة الرئيس ما بقاش في مجال لوجود وزير الداخلية في حياتنا خالص. الإعلام فضل فترة موجه ضد محمد إبراهيم وكان بيطالب كل يوم بإقالته لحد ما حصل ده فعلا. الإقالة دي جاية متأخرة قوي لأنها جاية بعد سلسلة طويلة من الفشل والعنف كان آخرها أحداث جماهير نادي الزمالك واستشهاد كريم حمدي ضحية التعذيب، سلسلة تسببت في وقوع أكتر من 4000 قتيل في عهد محمد إبراهيم بس. السلسلة دي بدأت في فجر يوم 3 مارس سنة 2012 لما قرر مجموعة من المعاقين والمكفوفين انهم يعتصموا على شريط قطر محافظة أسيوط علشان يطالبوا بحقهم في التعيين بنسبة ال5% اللي أقرتها الحكومة. بعد 5 ساعات بالظبط من بداية الاعتصام قوات الشرطة اتعاملت بشكل وحش جدا مع المعتصمين وأصابت حوالي 6 واعتقلت أكتر من 17 مكفوف ومعاق. مفيش لا محافظ ولا حد نزل يكلمنا. جينا هنا على سكة القطر عند السكة هنا قال أمن ومدير الأمن رمونا تحت. ضربونا ورمونا تحت. على السكة الحديد. الفض ده تم بأمر مباشر من مدير أمن أسيوط وقتها سيادة اللواء محمد إبراهيم. محمد إبراهيم أدى اليمين الدستورية قدام الرئيس المعزول محمد مرسي يوم 6 يناير 2013 بعد إقالة اللواء أحمد جمال الدين، وتردد وقتها إن سبب إقالة اللواء أحمد جمال الدين هو رفضه ضرب المعتصمين قدام الاتحادية. اللي حصل على الاتحادية أسر بنات وستات وأطفال رايحين يحتفلوا، فالقرار اللي خدناه إن نرجع للنسق الثاني ومفيش نتعامل. لو كنا تعاملنا بالأساليب العادية غاز ومش عارف إيه والكلام ده كان الناس هرست بعض وكان الناس ماتت. القرار ده أثار مخاوف كبيرة جدا في الشارع المصري من أخوانة وزارة الداخلية. المخاوف دي وصلت لجوه الوزارة نفسها لدرجة إن في ضباط خرجت بمظاهرات بترفض إقالة اللواء أحمد جمال الدين وبترفض تعيين محمد إبراهيم كوزير الداخلية. اللواء أحمد جمال كان أكفى واحد يقود المرحلة دي، راجل محنك سياسيا. الخوف من أخوانة وزارة الداخلية زاد بعد أحداث ذكرى 25 يناير اللي سقط فيها خلال 3 أيام أكتر من 100 شهيد في مختلف المحافظات. كان أبرز حدث وقتها هو خروج أهالي متهمين مذبحة بورسعيد باتجاه السجن العمومي، واللي بمجرد ما وصلوا اتفتحت عليهم النار بشكل عشوائي فاتقتل منهم حوالي أكتر من 42 شخص. تاني يوم على طول اهالي الناس اللي ماتت دي خرجت بجنازه شعبيه ضخمه وطالبت باقاله اللواء محمد ابراهيم. قابلتهم الشرطه بالرصاص الحي فوصلت عدد القتلى لاكتر من 50 قتيل. يوم بعد يوم كانت المواقف بتثبت وحشيه وزاره الداخليه في عهد اللواء محمد ابراهيم. عندك مثلا احداث الكاتدرائيه لما قوات الشرطه ضربت غاز وخرطوش جوه الكنيسه نفسها، ده غير طبعا احداث الاتحاديه الثانيه اللي اتعاملت فيها قوات الشرطه بعنف شديد جدا مع المتظاهرين وتسببت في وقوع اكتر من 10 قتلى. وعد المواقف بقى بعدها. فضل الوضع كده لحد ما جت 30 يونيو واسقطت حكم الاخوان في مصر وتم اقاله حكومه الدكتور هشام قنديل بالكامل ما عدا محمد ابراهيم اللي استمر في منصبه كوزير للداخليه في حكومه الدكتور حازم الببلاوي. طبعا كل النشطاء والاعلاميين هاجموا الموقف ده لانهم اعتبروا محمد ابراهيم من الاسباب الرئيسيه لقيام ثوره 30 يونيو. الايام عدت والاحداث زادت لحد يوم 14 اغسطس لما قوات الشرطه بدات في فض اعتصام رابعه والنهضه. الفض اللي وصفته منظمه هيومن رايتس ووتش بابشع حادث قتل جماعي غير مشروع في تاريخ البشريه الحديث. اعداد القتلى والمصابين لحد دلوقتي مش معروفه بالظبط. وزاره الصحه اعلنت عن 638 قتيل وحوالي 3000 مصاب، والتحالف المسمى بتحالف دعم الشرعيه اعلن عن اكتر من 3000 قتيل و5000 مصاب. الاحداث بعد الموضوع ده كانت كلها شبه بعض، مظاهرات من مؤيدين الاخوان بيقابلها عنف شديد جدا من قوات الشرطه. لكن في يوم 24 نوفمبر حصل الحدث الجديد. رئاسه الجمهوريه اقر قانون التظاهر، وكنوع من الاعتراض نظم عدد كبير من النشطاء مظاهره سلميه قدام مجلس الشورى. طبعا الشرطه ما كدبتش خبر وشافت انها فرصه عظيمه علشان تقبض على عدد كبير من رموز الثوره، ففضت المظاهره وقبضت على كل اللي شارك فيها. الحقيقه سجل وتاريخ اللواء محمد ابراهيم مليان حاجات كتير جدا، مليان دم وقتل، اهمال وتسيب، غرور وظلم. كل دي تهم لازم يتحاكم عليها، كل دي تهم راح ضحيتها الاف من الناس ما بين معتقل وشهيد. كلنا شفنا كريم حمدي ضحيه التعذيب، شفنا ضحايا عربيه الترحلات، شفنا فشلوا في تامين نفسه وتامين ضباطه، فشلوا في تامين الاستاد، اقتحام حرم الجامعات لاول مره في التاريخ، وما ننساش طبعا الشهيده شيماء الصباغ. انا واثق ان كل الجرائم دي عمر التاريخ ما يغفرها له، بس لو فعلا عايزين الناس تمشي بالقانون وتحترمه يبقى لازم الراجل ده يتحاكم على كل الدم اللي سال في عهده، وربنا هو اللي قال ولكم في القصاص حياه. اشوفكم على خير.
كده انت وصلت لاخر الحلقه. هطلب منك 3 حاجات: اعمل شير عشان الحلقه توصل لكل اصحابك، انزل تحت هتلاقي الفان بيج بتاعتنا ابعت لنا عايز الحلقه الجايه عن مين، واخر حاجه دوس هنا.